ازاي تقيد حساب معين على الانستجرام، وايه الفرق بين التقييد والبلوك، وامتى تستخدم دي وامتى تستخدم دي. لو زي حالاتي بيقابلك ناس هنقول عليهم في المجمل مطلعين عينك، سواء بتعليقاتهم اللي تجيب الضغط او رسائلهم المستفزه، فاول حاجه بتيجي في بالك انك تعمل لهم بلوك او حظر، وده كمان يبقى قليل عليهم. بس احيانا ما ينفعش تعمل لهم بلوك مره واحده، وخصوصا لو كان التعليق ده وحش لكن فيه شويه صدق او نصيحه بطريقه غلط حبتين. ايوه فاشل دي بقولها لك بالامانه. فتعمل له حاجه اسمها تقييد. التقييد ده بيخليه يشوف منشوراتك وحسابك، واحيانا ما بيبقاش عارف انه مقيد اساسا. طب ازاي اعمل تقييد لحساب معين على الانستجرام؟ روح على حساب الشخص اللي عايز تقيده، اضغط على الثلاث نقط دول وبعدين اضغط على اشتراك او تقييد بالعربي، وطبعا ممكن تلغي التقييد ده بعدين بنفس الخطوات. طيب بعد ما عرفنا ازاي نعمل تقييد، هو يعني ايه تقييد او ريستريكشن اصلا؟ بص يا سيدي، بعد ما تعمل لشخص ما تقييد ممكن يعمل لك كومنت عادي على منشوراتك، لكن تعليقه ده مش هيظهر للعلن الا بموافقتك، بس هو هيشوف تعليقه عادي، لكن اي حد تاني مش هيشوف التعليق بتاعه الا لو وافقت انت على نشر تعليقه. هارش لو بعت لك رساله او فيديو كول او فويس كول مش هيجي لك على الطلبات على طول، هيروح لقسم طلبات اسمه ريكوست او صندوق رسائل، مش هيجي لك عليه اشعار الا لو دخلت شفتها بنفسك. طب في سؤال هنا بيطرح نفسه، ازاي انا اعرف ان شخص معين متابعه او حتى مش متابعه عامل لي تقييد؟ يعني لو شفت تعليقك من حساب تاني مش ظاهر فده عامل لك تقييد. طب لو ظهر فممكن يكون الشخص ده عامل لك تقييد لكن عامل لك اظهار للتعليق ده بشكل يدوي من عنده. ابعت له رساله، لو رد على طول في احتمال انه يكون مش عامل لك تقييد، لان الوصول لطلبات المقيدين زي ما قلنا بتبقى في حته لوحدها وهو غالبا مش بيشوفها طول الوقت، فسرعه الاستجابه دليل على عدم التقييد. بص، هو الموضوع مش سهل حبتين، هو معمول للناس عشان تريح مخها من بعض الناس المزعجين من غير ما يعرف. طيب زتونة الموضوع ده ايه؟ لو الشخص ضايقك مره اعمل له تقييد قبل ما تعمل له بلوك بشكل نهائي، يمكن يكون ما يقصدش او انت فاهم تعليقه غلط. بس كده اعمل لايك وشير علشان اللي جاي احلى.